ناس كتير بعتت لنا صور للليرنج اللي هم عاملينه وبياخدوا رأينا حلو ولا وحش. تعالوا مع بعض نرد عليهم. اول ليرنج معانا وهو شكله جميل جدا، بس انا عندي عليه شويه كومنتس بسيطه، منها ان الانسيال الموناكو ده رفيع فيفضل يبقى هو اللي بره، والانسيال العريض يبقى هو اللي وراه، خاصه اللي فيه الالوان. بس الانسيال العريض ده مش ده اللي يمشي مع الموناكو، يعني ده كان عايز انسيال تنس جنبه، كان عايز حاجه تانية. مش هو حلو بس في احسن من كده كتير. بس حتى لو دول مع بعض خلي انسيال موناكو تشين هو اللي بره والانسيال الاعرض منه هو اللي جوه، يعني عاده خلي من السمبل للاكبر واحنا راجعين. نخش على تاني ليرنج معانا وهو عبارة عن اسورة من براند معروف، والانسيال عريض حبتين شبه الجروميت بس حلقات. ويمكن انا عندي اعتراض على الانسيال ده، الانسيال ده ما يمشيش مع الاسورة دي. الاسورة دي عايزة انسيالات معينة هي اللي بتليق عليها عشان يبقى اللوك او الشكل في الاخر مختلف. فالانسيال ده عريض قوي على الاسورة دي، لو انسيال سيمبل حبتين هيبقى احلى كتير، حتى لو الجروميت الحلقات السادة خالص. نخش على تالت ليرنج معانا وده من المفضلات بالنسبه لي الصراحه، شكله حلو وجميل جدا. اول انسيال من براند معروف بس طبعا مش هينفع اقول اسمه، واللي بعديه تنس وده جميل جدا وكان اختيار حلو جدا. مش عارف الاسوره اللي جت وراهم مش حاسسها قوي، مش دايما كل الانسيالات بتليق على الاساور، فالاسوره دي مش ماشيه مع دول. الانسيال الاولاني والتنس مع بعض لوحدهم حلوين جدا، الاسوره دي مش احسن حاجه. الانسيال التنس انا دايما بقول ان هو جوكر الليرنج، بيليق على اي حاجه وكل حاجه، بس للاسف مش كل الاساور بتليق معاه. هو بيليق جدا في الانسيالات، بينور اللوك وبيخليه في حته تانية، سواء اللي قبليه او اللي بعديه كانوا ساده او حتى بفصوص. وطبعا في الاخر احب اشكر اللي بعتوا لنا الصور دي، وانتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا كل الليرنج اللي انتوا عايزينه او اللي انتوا بتعملوه، واحنا هنعمل لكم فيديو نقول لكم الكومنتس بتاعتنا على طول. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.